سجل شادي رياض الهدف الثاني بعد أوناحي، وتمكن المنتخب المغربي من إثبات أفضليته في هذه المجموعة. تأكيد أن هذا الشيء جميل للمدرب، يكون عنده هذا الكم من الخيارات. كرة طويلة أمامية، لكن الكرة بعد ذلك فيها تغطية من حارس المرمى. اندفاع يستمر ومحاولات تبقى، وأمال مشتعلة وثقة عالية وترقب للمزيد والمزيد، ربما لانتصار مغربي مدوي في هذه التصفيات. نشوف الفريق المغربي اليوم بحرص كبير. بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في المباراة الماضية اليوم تركيز أعلى، وأيضا حضور مهم جدا لمعظم العناصر. كأس عالم جعلت الجميع يشعر بالفخر من جانب الجماهير العربية على ما قدم المغاربة في مونديال قطر، حتى على مستوى بالتأكيد القارة الأفريقية، لأنها كانت كأس عالم تاريخية ولا يمكن أن تتكرر، أو لنقول من الصعب أن تتكرر. نتمنى أن تتكرر من أي منتخب آخر أو من المنتخب المغربي نفسه، لما لا؟ ولكن ما فعله المغاربة في قطر يصعب بصراحة تكراره في هذا الجيل الممتع الرائع، صاحب الشخصية والقوة والأداء والنتائج المدوية والوصول إلى نصف النهائي، بل أنه حتى كان قاب قوسين أو أدنى من أن يلعب المباراة النهائية لكأس العالم. من كان يتوقع هذا السيناريو، من كان يعتقد أن هذا مستحيل، لكن الإرادة العالية لرجال المغرب، الشخصية الهائلة لنجوم المغرب صنعت المستحيل في مونديال قطر. لذلك لا تقل أن هنالك مستحيل. كرة لعبة حلوة، لمسة وتمريرة تصل إلى حكيمي دياش، اللي هو حاليا ثالث أكبر الهدافين في تاريخ منتخب عريق باسم كبير، وأيضا بنجاحات كبيرة وبأمنيات أكبر من الجماهير المغربية أن يواصلون التألق في الفترة القادمة على كافة المستويات، لتتحول كرة إلى ركنية لمصلحة المنتخب المغربي، الساعي للوصول إلى هدف رابع يريح أعصاب الجماهير أكثر. وإن كانت مباراة تقريبا محسومة في هذه الوضعية، نشوف مباراة في اتجاه واحد حتى الآن. كرة لمصلحة الزياش، يبحث عن كرة أخرى وبحث عن هدف رابع في هذه اللقطة. الكرة لأوناحي الزياش، عرضية تغطية دفاعية، إبعاد من جانب الدفاع على مرتين. سفيان، عطية الله، تمريرة تصل بعد ذلك إلى زياش. عز الدين، هذه واحدة دياز حطها، لكن الدفاع تدخل. بعد ذلك على مرتين عادت مرتدة يبحثون عنها. منتخب الكونغو يحاول في هذه الوضعية، الكونغو برازافيل، ومحاولة عن طريق بيليه، لمسة بدون تركيز بعيد عن الكل، وأيضا تدخل رائع لنايف أقرد. سفيان، ياسين، تغيير اتجاه اللاعب لإلياس بن صغير في وسط الميدان. سفيان، براد الهدف الرابع لأسود الأطلس. أوناحي سجل هدف أول، ثم صنع الهدف الرابع، هدف للمدافع شادي رياض، والثنائية لأيوب. حاول في هذه الأثناء مرور ومهارة وعدة وتمريرة إلى أوناحي. دياس، أوناحي في جهة اليمين، أشرف، إلياس، أوناحي بن صغير مرة أخرى لعز الدين زياش. تمريرات جميلة تصل بعد ذلك لمصعد دياز، محاولة لكنها لم تكتمل. لو اكتملت جميلة اللقطة الماضية لكنها ضاعت. عادت مرة أخرى لحكيمي على الكورة، لمسها وبعد ذلك غمزها. تمريرة حلوة لكنها لم تكتمل. يا الله، كم كورة جميلة قدمها منتخب المغرب في هذه المباراة، كم لمحة، كم لمسة، وكم كورة جميلة بالتأكيد في هذا اللقاء. تغييرات قادمة، الأجواء أكثر روعة. الصدارة، الهاتريك الليلة لأيوب، الخماسية لأسود الأطلس، أمسية ممتعة لكل متتبعي هذه المباراة ومتابعيها في استاد أضرار، أيضا الجماهير الحاضرة في أكادير
تستمتع في هذه الأجواء الجميلة وفي هذا العرض الهائل للمنتخب المغربي. بغض النظر تقول لي منتخب سهل منتخب ضعيف إلى غير ذلك، اللي على أرض الواقع مجموعة من المواهب يمكن أن تنفجر ويمكن أن تقدم أداء كبير مع المنتخب المغربي. بغض النظر أن الخاصم اليوم كان أقل، لكن إمكانيات هائلة لفريق وليد الركراكي حتى على مستوى دكة البدلاء. انظروا من موجود في دكة البدلاء. سفيان مباراة كبيرة للغاية في وسط الميدان دائما في دوري أبطال آسيا مع العين، كسر كل شيء، ربما أعظم أداء فردي للاعب في تاريخ دوري أبطال آسيا، البعض يقول ذلك. بالنسبة لسفيان رحيمي مع فريق الذي توج بعد ذلك ببطولة دوري أبطال آسيا على أن يلعب بعد ذلك في كأس العالم للأندية. لقطة جميلة من يحيى عطية الله في لقطة حلوة في هذه المباراة، ثم سفيان عدي يحاول الاختراق، لكن الدفاع لا زالت خطيرة لمصلحة ياخوماش. حكيمي ياخوماش يحاول بعد ذلك إلياس يكسب خطأ 6-0. عندك يا حكيمي هذه اللقطة من أجل بحثنا السابع. إنذار آخر في هذه المباراة ماكومبو أو تانجا اللي حصل على إنذار. بطاقة صفراء إذن، وخطأ يحتسب الحكم للمنتخب المغربي. سفيان على جهة اليسار، صيري يحاول في هذه الوضعية عد انتظار، كرة مغربية عادت الوراء. عطية الله مرابط انتظرها فجاءت، يبحث عن اللمسة، تصل بعد ذلك لأشرف، تأخر فيها، حبت المغرب أكثر. حكيمي حطها على اليمين، الكرة مغربية لياخوماش، تعود بعد ذلك حلوة البينية، أخوماش يمين لكن في زحمة المدافعين. الكونغو برازافيل بلا رصيد من النقاط، يسير بشكل رائع لاعب وليد الركراكي للتأهل إلى كأس العالم 2026. الجميع ينتظر المغرب، لا تريد التأهل فقط بل تريد المنافسة. من كتب تاريخا هائلا يمكن أن يفعلها مرة أخرى، يمكن أن يبحث عن سابع في هذه اللقطة. سفيان يحافظ على كورته، يكسب خطأ يحتسب حكم المباراة لسفيان رحيمي. دقيقتين على نهاية المباراة. عودة للوراء لأغرد في وسط الميدان. دقيقة الأخيرة على نهاية المباراة. تعويل الكرة لكنها بالخطأ تصل إلى سفيان رحيمي. تمريرة الرد مرة أخرى، محاولة على حدود منطقة الجزاء. بلال خنوس حطها لعطية الله، بلال مرة أخرى تحرك بجانب سفيان، هذه واحدة خطيرة. سفيان تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة كانت الفكرة من مرابط. عندي دور دفاعي وعندي قدم قوية وعندي قدرة على التسجيل. سفيان تسديدة لكنها في يد الحارس. طبعا فوزي الأقجع اللي كان في أكثر من لقطة سعيد بهذه النتيجة مثل الجماهير، وسعيد به انه في مسيرة رائعة مع المنتخب وفي انجاز هائل في تاريخ المنتخب، لذلك يدون هذا في تاريخه كرئيس ناجح على كافة المستويات. طويلة الكرة على جهة اليسار لمصلحة منتخب الكونغو برازافيل. لحظات أخيرة على نهاية المباراة. أغرد بكرة لعطية الله طويلة بعيد على نصيري. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي بهذه الوضعية، بهذه السداسية، بهذا الانتصار المدوي، بهذا العرض المغربي، بهذه الليلة الممتعة، بهذه الأجواء الرائعة، بهذه الصدارة للمجموعة الخامسة. الصافرة انطلقت، المغرب اكتسحت
كبيرة للغاية هنا في هذه التصفيات وفي استاد أدرار في الملعب الكبير في أكادير. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي بفوز مغربي كبير في ليلة سجل فيها الكعبي الهاتريك في هذا اللقاء، وحافظ فيها ياسين بونو على نظافة شباكه، وتألق فيها أيضا عز الدين وناحي والبدلاء سفيان ويوسف والبقية. سيداتي وسادتي نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. النتيجة النهائية المغرب 6 أهداف، الكونغو برازافيل لا شيء.